يومكم جميل. النهاردة أنا جاية أكلمكم عن أكتر جملة بنقولها لنفسنا وبتأذينا بجد. في جمل بتتقال زي أنا مفيش فايدة فيا أو أنا عمري ما هتغير، أنا مهما اتعلمت وقريت وخدت كورسات مش هتغير أبدا. أو جمل دايما بنقولها زي أنا بكرر اللي اتعمل معايا زمان، أو أنا ولادي مراية لفشلي. أنا حاسة بيكي بجد وعارفة قد إيه الندم ده شعور مؤلم جدا، بس خليني أقولك على سر. الصوت اللي بيجلدك ده مش صوت الحقيقة، ده صوت اللي بينتقدك وبيبقى مجروح ولسه جواكي ما تعافاش. الصوت ده انتي اتبرمجتي عليه طول عمرك، فضل يكبر لحد ما بقى جزء منك ومن شخصيتك. لما بتكلمي نفسك وتقولي النسخة القديمة رجعت مهما خدت كورسات ومهما اتعلمت وشفت فيديوهات، انتي هنا بتظلمي نفسك. لأن الحقيقة إن النسخة القديمة ما رجعتش، النسخة القديمة دي جزء منك موجودة جواكي ومش هتروح. دي النسخة المجروحة اللي بتظهر لما بنتعب ونسلم ونستسلم. عارفة كده زي ما يكون سواق شاطر قوي يفضل سايق بالساعات وبالأيام على الطريق وما بيريحش أبدا، وفجأة في لحظة يلاقي نفسه بيسوق وهو نايم ويعمل حادثة. هل ساعتها معناها ان هو سواق فاشل او مش شاطر؟ لا، ده معناها ان هو محتاج يرتاح. مفيش اي معلومة او كورس في الدنيا هيمسح الماضي. الكورسات بتديكي ادوات تساعدك تتعلمي منها، تتغيري وتكوني انسانة افضل، وتعلمي النسخة القديمة حاجات كانت محتاجة تتعلمها في وقتها، عشان النهاردة ودلوقتي وفي الحاضر نبقى افضل. طبيعي بقى لما نبقى مضغوطين اننا ننسى ونرجع للي احنا متبرمجين عليه. ده مش فشل، ده ارهاق وتعب. اصعب جملة ممكن تتقال هي انا بعمل اللي انا كنت مقررة ان انا لما ابقى ام مش هعمله ابدا ولا هكرره. هنا الوجع بيبقى مضاعف لانك هنا بتجلدي نفسك على وجع قديم المفروض انه خلص وانتهى. كلنا كأمهات بتطاردنا فكرة المراية، احساس ان ولادي هم مرايتي ولو غلطوا يبقى انا فشلت. بس الحقيقة ان ولادنا بشر ليهم التجارب بتاعتهم، واحنا كمان بشر بنجرب وبنتعلم. عارفة ايه اكتر حاجة ممكن تهدي الصوت ده؟ اننا نعرف ان الندم هو اول خطوات الرحمة. الشخص اللي ما عندوش وعي مش بيندم ولا بيدور اصلا ان هو يغير من نفسه، لكن مجرد ان قلبك بيتحرك وبيقولك انا عايزك تكوني افضل واحسن وتتصرفي بشكل مختلف، ده في حد ذاته شهادة انك ماشية اصلا في طريق مختلف تماما عن اي طريق انتي شفتيه زمان. الوعي مش جاي عشان يوجعنا، هو جاي بس عشان ينور لنا اننا محتاجين نهدأ المرة اللي جاية، مش عشان يحكم علينا اننا وحشين. بدل ما تقولي لنفسك مفيش فايدة، جربي تقولي انا دلوقتي مضغوطة فمحتاجة اكون رحيمة بنفسي، مش محتاجة اجلد نفسي. اسمحي لنفسك ان انتي تكوني ام بتتعلم مش ام خلصت تعليم. اصل احنا اتولدنا النوع بتاعنا انثى مش ام. الامومة دي دور، والادوار بنحتاج نتعلمها ونحتاج نحسن من نفسنا فيها زي اي حاجة بتتعلميها في الحياة. مفيش حد بياخد كورس سباحة مثلا وينزل المحيط يعوم يبقى محترف من اول يوم، لا، بيحتاج يتمرن ويتعلم ويطور من نفسه. الغلط ده هو اللي بيعرفنا ايه الوجع اللي لسه محتاجة تشتغلي عليه، مش بيحدد انتي مين. انا عايزاكي النهاردة اول ما صوت مفيش فايدة يطلع قوليله شكرا بجد ان انت عايز تحميني، بس انا دلوقتي محتاجة شوية رحمة بنفسي. وقبل ما اقفل فكري معايا كده،